انا مفيش حد صعبان عليا غير الناس اللي راجعين، الطلاب اللي راجعين المدرسه. ليه؟ لان موسم الخريف مليان انميات خرافيه. طيب ندخل في الموضوع على طول. بانكاي. السلام عليكم، انا اسمي دينا وبقدم محتوى انمي. لو اول مره تشوفني كمل الفيديو للاخر. لو عجبك يا ريت تكون من مشتركين القناه وتعمل سبسكرايب. وقبل ما تخرجوا يا ريت يا جماعه، يا ريت ندوس لايك قبل ما نخرج، عشان عايزين نوصل الفيديو ده 1750 لايك. معرفش ازاي. جايبالكوا 10 انميات في الخريف، هيبتدوا ان شاء الله بدايه من شهر 10 بجد. وانا بعد الفيديو انا ما صدقتش الانميات دي هتبقى موجوده. فيلا بسرعه ندخل في الموضوع ونشوف ايه الانميات اللي احنا هنتفرج عليها. هبدا الاول بالانميات الجديده اللي اول مره تتعرض، اللي انا يعني لما قريت قصتها حسيت ان انا عايزه اتفرج عليها. اول انمي معانا اسمه بالعربي اذا اصبحت زوجتي طالبه في الابتدائيه. لما قريت القصه بتاعته طبعا بالياباني استحاله هقراها، هسيب لكم الاسم اهو وهنتفرج على لقطات منه. الانمي قصته ان موظف وموظفه كانوا متجوزين، هو كان بيحبها جدا، بتتوفى من 10 سنين. هو بيفقد كل حاجه وبيكتئب والحزن، حتى ما بيهتمش ببنته. بس في وقت من الاوقات بيلاقي طالبه في الابتدائيه بتيجي وبتقول ان هي تجسيد لروح مراته اللي ماتت دي. الانمي كوميدي رومانسي وسنن، هيبدا يوم 6 اكتوبر. انا بجد متحمسه له جدا، اتمنى ان هو يطلع على قد التحمس اللي انا متحمسه له. الانمي اللي بعد كده انمي الصندوق الازرق، او اللي بالياباني او نو هاكو، او نفس الكلمه اللي مكتوبه فوق دي. انمي لطيف، ودايما بحب افصل بالانميات دي. انمي مدرسي رومانسي عن طالب في سنه تالتة اعدادي بيلعب كره ريشه، وبقى فجاه بيقعد في السكن مع زميلته اللي هي نجمه كره السله، فبيحاول ان هو يبقى نجم زيها عشان هو معجب بيها. الانمي فيه كذا نوع من انواع الرياضات، في سله، في كره ريشه، في جمباز، فشكله لطيف جدا حتى من الاعلان. فده بقى تاخده كده تتفرج عليه بالليل في الروقان. الانمي برضو اللي جاي معانا انمي جديد اسمه بدأت العمل كمدرس في مدرسة أشباح. الاسم الياباني هسيبهولكوا هنا. قصته برضو إن هو بني آدم عادي هيبتدي يروح مدرسة كلها أشباح وهو أصلا بيخاف. أنا حسيت إن القصة ممكن يعني تطلع مواقف حلوة، فحطيته في القائمة اللي أنا عايزة أتفرج عليها. تصنيفه كوميدي وهيبدأ يوم 8 أكتوبر إن شاء الله. كده خلصنا الانميات اللي هي جديده، قصه جديده. تعالوا بقى ندخل على الانميات التقيله اللي راجعه باجزاء تانية. اولا دراجون بول ديما. محبين دراجون بول طبعا حول العالم كلهم بيستنوا الاجزاء الجديده بتاعه دراجون بول. لما قريت القصه عجبتني جدا. انا للاسف ما شفتش دراجون بول، كنت متابعاه ايام سبيس تون وهو صغنن كده، بس مش متابعاه دلوقتي. بس بيقول لك ان هم هيحولوا كل الشخصيات بتاعتنا جوكو وفيجيتا والناس دي الاطفال، وهم هيروحوا يجمعوا تاني الكرات بتاعه التنين عشان يرجعوا لحجمهم الطبيعي. القصه عجباني جدا، يعني انا بفكر اتفرج عليه وانا مش فاهم اي حاجه. فان شاء الله دراجون بول ديما ده لو كنت بنطق الاسم صح هيبدا يوم 11 اكتوبر. الجزء الثاني من هذا الانمي هو انمي بيتكلم عن رياضه الجولف. انا صراحه بشجع الانميات الرياضيه وبحبها جدا، دايما بتبقى حماسيه وخفيفه. الجزء الاول نزل منه وسمعت عنه كلام كويس. ان شاء الله هيبدا يوم 5 اكتوبر. ري زيرو الجزء الثالث يعود تاني ان شاء الله يوم 2 اكتوبر. ودي رساله لنفسي، قومي اتفرجي على الجزء الثاني احسن لك عشان نلحق نتفرج على الجزء الثالث مع بعض لو سمحتي. ري زيرو واحد من افضل الانميات اللي انا بحبها، والجزء الاول كان بالنسبه لي تحفه. اتفرجت على الجزء الثاني اول 6 حلقات، والارانب اللي متابع ري زيرو عارف موضوع الارانب. جالي صدمه وقلت ان انا هاخد كده بريك شويه وهرجع. البريك بقى طول لغايه دلوقتي، فلما عرفت ان ري زيرو فري نازل فانا لازم اتفرج على ري زيرو 2 او افتكر الاحداث عشان نتابع هذا الانمي الجبار. اللي ما شافوش لازم يشوف. انمي نازل ب 12 حلقه كسر الدنيا. بلو لوك يعود بالجزء الثاني. اخيرا اخيرا الناس اللي بتحب بلو لوك هنرجع جزء تاني. على فكره الفيلم بتاع ناجي نازل موجود على كل المنصات، بصراحه لسه ما شفتوش، لكن الجزء التاني بتاع بلو لوك انا متوقعه حماس رهيب. الجزء هيبدا ان شاء الله 5 اكتوبر، وواحد من الانميات ان شاء الله اللي انا هعمل لها تلخيص. هو مش يعني احداثه مش كتيره قوي، ممكن 12 حلقه بس، عشان اللي ما تابعش الجزء الاول وعايز يتابع الجزء الثاني معانا على طول يتابع التلخيص ده، انتظروه قريبا. واحد برضو من الانميات الرياضيه اللي دايما بيترشح لي، وفي فيديو ان شاء الله هينزل قريب عن اكتر الانميات المظلومه، اللي انا سالتكم ايه اكتر الانميات المظلومه ورشحتوا لي هذا الانمي بشده. برنس اوف تنس. بشوفه كتير قوي على سبيس تون بس ما فكرتش اتفرج عليه ياباني بصراحه، بس هو راجع تاني بجزء جديد.
برنس اوف تنس كاس العالم يو 17 قبل النهائي، يعني واضح ان كان في في نهائي لا في شغل جامد في برنس اوف تنس. ان شاء الله هيبدا يوم 3 اكتوبر. هل اشوفه؟ يعني اتمنى ان انا الحق اكمل برنس اوف تنس قبل 3 اكتوبر، يعني هي انجاز، يعني اعجاز طبعا صعب ان انا اعمله، بس برنس اوف تنس من الانميات اللي محطوطه عندي في الليست، وان شاء الله انا بحب التنس اصلا فنشوف. المشعوذ الازرق برضو بيرجع تاني بجزء جديد، كان لسه منزل جزء قريب سمعت عنه، انا للاسف ما شفتش واحد ولا اتنين ولا الاجزاء كلها تراكمت عليا، بس واحد من الانميات اللي ليها جمهورها. الجزء ده هيبقى اسمه المشعوذ الازرق نهايه فصل التلج، هيبقى ان شاء الله بدايته من 6 اكتوبر. انا ملاحظه ان بدايه شهر اكتوبر يعني كل الناس سايبه كل حاجه وحشره نفسها في بدايه شهر اكتوبر، اعتقد ده هيبقى يعني اوكي نكمل. المحقق رون، انا يا جماعه الانمي ده اللي ما شافوش، اللي محبيه كونان، انتوا عارفين انا بحب كونان طبعا، وناس كتيره قوي بالذات لما ابتديت اشتغل واعمل فيديوهات في اليوتيوب طلعوا بيحبوا كونان. انا كنت فاكره ان كونان ملوش محبين كتير، بس طلع كونان ليه محبين كتير، فانا بقول لكم الانمي ده زي كونان. اوكي هو مش زيه طبعا في العظمه والجمال لا، بس هو شبهه بالظبط في نفس الفكره، محقق بيعمل جرائم قتل ومش عارف ايه، بس هو عنده مشكله ان هو لما بيكتشف القاتل بيتحول وعايز يقتل القاتل، فاحنا لازم نمنعه ان هو يقتل القاتل. ده الفكره بتاعتنا كلها. بيضحك جدا الجزء الاول، واحد من الانميات اللي انا اتبسطت جدا ان انا شفتها. فالمحقق رون او الاسم اهو بالياباني، ان شاء الله هينزل الجزء الثاني منه يوم 7 اكتوبر. ناناتسو نو تايزاي او الخطايا 7 بيرجع تاني جزء تاني للجزء الاولاني اللي كان اسمه 4 فرسان من نهايه العالم. ان شاء الله هيبقى 6 اكتوبر. انا ما بتفرجش على ناناتسو نو تايزاي، هو التصنيف بتاعه فيه اتشي، وانا قلت لكم قبل كده التصنيفات المفروض ما نتفرجش عليها، هو في بعض اللقطات الخارجه وانا ما بنصحش بيه تماما ما تتفرجش عليه، بس هو من الانميات المشهوره اللي هتنزل في الخريف. واخيرا عودة الأسطورة اللي هيقعد كل شايف الأنميات دي كلها هتقعد في البيت ليه؟ عشان عمهم جه. بليتش يعود تاني، الجزء اللي أنا مستنياه على فارغ الصبر للأسف لغاية دلوقتي لحين تصوير هذا الفيديو. ما ادونيش ميعاد مخصوص، ما هو لازم يعملوا فيها كده، ما ادونيش ميعاد مخصوص، يعني هيرجع يوم كذا ما حددوش، في ناس بتقول 5 أكتوبر، في ناس بتقول مش عارفة 10، فأنا لسه لغاية دلوقتي ما عنديش معلومة. لما هتاكد هقول لكم على الانستجرام، لو انت مش عندي على الانستجرام هحط لك اللينك بتاعي اهو في الكومنت وفي الديسكربشن، ادخل اعمل لي فولو عشان عايزين نقفل ال 100K هناك ونظبط الدنيا ونحتفل. وهقول لكم كمان يعني اي معلومه جديده هتلاقيني بقولها لك. فهنأكد بليتش راجع امتى. اللي مش متابع بليتش يا جماعه برضو انا هعمل تلخيص لبليتش كامل ان شاء الله، ربنا يعيني عشان ده موضوع صعب جدا. عشان لو انت مش متفرج على بليتش برضو تبقى عايز تشترك معانا بقى وتشوف تغطيه الحلقات ان شاء الله انا هعملها، تتفرج على التلخيص ده وتدخل على بليتش على طول، مع ان هيفوتك وش عظمه. غير ان انا هعمل كمان فيديو شورت اقول لك ايه الحلقات الفيلر ومش الحلقات المش مهمه، عشان تعرف تتفرج على بليتش كده على رواقه، واديك الحلقات اللي هي تعرف تخليك تتفرج بسرعه. هتقولي يا دينا ايه ده انتي قلتي 10 انميات في الخريف ودول 11، هقول لك لا بليتش ما بيتحطش في قوائم. بليتش انا بحطه في قلبي كده وبشيله على الجنب، القائمه قلت لك احسن 10 هيبقوا في الخريف قلتهم لك، لكن بليتش ده ما بيتحطش في القائمه يا باشا، ده بيبقى لوحده كده على طول. واخيرا انا كنت بهزر في الاول الناس اللي راجعين المدرسه، يا جماعه المدرسه والمذاكره اهم من الانمي. اتفرج، الانمي موجود في اي وقت، خلص مذاكرتك خلص الواجب اللي عليك واتفرج، ما تعملوش كده وما تتفرجش على 5 6 7 10 حلقات وانت عندك دراسه. تابع الانمي، مثلا نقي لك انمي او 2 من اللي شغالين دول هيبقوا حلوين جدا في الخريف واتفرج عليهم. غير كده نذاكر ونركز يا جماعه عشان مستقبلنا اهم. قبل ما اقفل الفيديو هسألك سؤال مهم جدا، عملت لايك؟ ولو انت مكمل الفيديو معايا لغايه دلوقتي اشكرك شكرا جزيلا، واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. باي باي.